السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات لحد الفيديو ده. مبدئيا كده الفيديو ده حلو جدا. هو عاجبني، ابني اللي كان عامله. نزل جاب حاجة الكريب وجايب معاه كيس فانيليا. فانا بقول له الكريب ده تمام، يعني حاجته اوكي، بس الفانيليا انت جايبها ليه؟ قال لي اصل الفيديو كان فيه فانيليا. فانا قلت له لا يا حبيبي، الفيديو كان بيعمل كريب حلو، يعني مش حادق يعني. فالمفروض ان احنا ايه في الحادق هنحط ملح، مش هنحط ايه فانيليا وكده. المهم طبعا ايه، خلاص تمام. قال لي ايه خلاص، جينا حضرنا كل الحاجات بتاعه الكريب. سألني على البيض وعلى اللبن وعلى الدقيق، قلت له اوكي موجودين. جينا بقى نجيب الزيت. كانت اخر ازازه زيت انا استعملتها، علشان خاطر ايه، انا كنت اصلا بعمل مسقعه وهو ما كانش عايز ياكل منها يعني. فخلاص قلت له انزل طب هات زيت. قال لي لا انا مش نازل تاني. قلت له طب هتعمل ايه؟ قال لي خلاص انت عندك مكرونه؟ قلت له اه. بعدين بيقول لي انا مش فاهم اصلا يعني ازاي ما عندكيش زيت. انا كانت اخر ازازه وما اعرفش ان هي اخر ازازه يعني في الخزين اللي انا خدتها. فتحتها وكده. بس المهم طبعا ايه، قعد يسألني على طماطم وفلفل وبصل. قلت له اه موجودين. المهم قعد يخرط فيهم كده زي ما انتم شايفين، وخرط الطماطم وخرط الفلفل وخرط البصل. وكان جايب مع الحاجة هو هدوك او سوسيس، حاجة من الاتنين يعني. مش بعرفهم من بعض، انا ما بحبوش اصلا خالص يعني. او اي حاجة من المصنعات، اللحم المصنع انا مش بحبه، لا برجر ولا سوسيس ولا هوت دوج ولا كل الحاجات دي ابدا. المهم طبعا هو خلاص خرط الحاجات دي كلها، وقال لي ايه خلاص هاتيلي كيس مكرونه. جبت له كيس المكرونه، بقول له انت هتعمل بيها ايه؟ قال لي هعمل بيها مكرونه الطاسه. بقول له في حاجه اسمها مكرونه الطاسه؟ قال لي اه انا اخترعتها وانا هعملها اسمها مكرونه الطاسه، وانتي هتنزلي الفيديو وتسميه مكرونه الطاسه. تمام كده. قلت له خلاص مفيش مشكله. قعد طبعا هنا يخرط السوسيس اللي هو كان جايبه او الهوت دوج، مش عارفاه بصراحه هو ايه بالظبط. هو ايه. وخلاص حطينا ميه المكرونه على النار علشان تغلي. تمام كده. طبعا هو ايه، ركن واحده هنا كده. خلاص كده هو ايه خرط السوسيس او الهوت دوج حاجه كده. وكان تقريبا حط كمان المكرونه على النار. قعد يقول لي كل شويه، يقول لي ايه حط المكرونه، اقول له لا الميه لسه ما غليتش. اقول لي حط المكرونه، اقول له لا يا حبيبي الميه لسه ما غليتش، استنى شويه لما تغلي. طب فيها ايه يعني لما احط المكرونه والميه لسه ما غليتش؟ اقول له لا مش هينفع. المهم هنا خلاص كان حط المكرونه، وانا كنت خرجت من المطبخ. وقال لي على فكره يا ماما يا ماما، نده عليا. بقول له نعم. قال لي على فكره انت بقى اول ما خرجتي من المطبخ الحله غليت على طول. بس المهم طبعا هنا اهو حطت ملح ما شاء الله يعني، لان انا خلاص كنت سبته وخرجت يعني. هنا طبعا كانوا اخر حبة زيت اللي هما كانوا في الازازة اصلا. ونزل طبعا بالحاجات اللي هو مخرطها. وهو مهتم بالصوصاية او السوسيس اللي هي لوحدها دي، مش عارفة. طبعا قعد يقلب الحاجات كلها. قال لي طلعي لي البهارات اللي قبل ما تمشي عشان مش بعرفها من بعضها. المهم بقول له عايز بهارات ايه؟ قال لي هو انا مش عارف، بس بصي طلعي لي ايه، بودرة كاري وفلفل اسود. المهم قلت له طب خلاص هطلع لك كمان بهارات وزعتر وهتبقى حلوه يعني. طبعا هو هنا نزل بالبهارات كلها، وهيحط ايه الملح. بس شويه يحط شويه ملح تانيين، يعني اللي هو حبه حبه نونه نونه كده بس. طبعا كان بيقلب فيهم.
طبعا قاعد يقلب فيهم، وتقريبا في الاخر هينزل بالهوت دوج الاول بعديها يعني. هو مهتم بدي قوي. ونزل بالسوسيس. فضل طبعا يقلب فيهم لحد ما شوحهم كلهم مع بعض. طبعا قاعد يشوحهم كلهم مع بعض. بس كده طبعا هو هنا هو كده كان خلاص الموضوع بتهيألي انتهى يعني. مش عارفه هو هيحط المكرونه امتى. بصوا هما بشهاده كل اللي في البيت يعني، اللي هما اخواته اللي اكلوا معاه، كلهم قالوا ان المكرونه كانت وهم، وكان فاضل حبه شويه مكرونه برضو بابا دقهم قال لي حلوين جدا. انا بصراحه ما دقتهاش لان يعني مش هقدر اكل منها، ما بحبهمش. وقعد يقول لي دول، اقول له مش بحبهم، يقول لي معلش دي، اقول له مش قادره حقيقي، مش قادره فعلا احطهم في بقي لاني ما بحبهاش حقيقي يعني، ما اقدرش احطهم. طبعا كده خلاص تقريبا هيحط المكرونه باين ولا ايه يعني، مش عارفه امتى المكرونه هتتحط بالظبط. يا واد يا جامد. او فعلا، وبيقول لي انا حط، هو حط يعني اتنين، كان جايب كيسين مايونيز كده، فهو حطهم بيقول لي يعني بمقدار معلقتين مايونيز علشان تخلي الصوص بتاع الخليط اللي هو عامله كريمي يعني، اللي هو خلاص هو الراجل حاسس ان هو كريمي كريمي يعني مفيش كلام. ودي كانت تاني واحدة كده. او يا جماعة بيقول لكم هما كيسين، كل كيس بمقدار معلقة يعني. بس هي والله كانت ريحتها، هي كانت ريحتها حلوة بأمانة. بتهيألي كمان ان هو لو كان حط عليها رشة جبنة موتزاريلا ودخلها الفرن كانت هتبقى حكاية بصراحة يعني. طبعا هو كده خلاص هيبتدي يطلع من المكرونة ويحط على الطاسة على طول. العيال كبرت يا جدعان وهتطبخ لوحدها بعد كده. هو طفى طبعا النار وهيبتدي يقلب المكرونة. هي بصراحة كان شكلها برضه حلو، مش هنقدر نقول اي حاجة بصراحة. بس مش عارفة هو بيقلب ليه كده. بيحسسني ان هو بيقلب كبسة واسمنت. لو الفيديو عجبكم بقى يا جماعة ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، علشان هو بص بيقول لكم حطوا لايك للفيديو.